السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاري منا إن شاء الله حل صحى عن الإمام مالك قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان. يا إمام مالك كإمام مالك تقيت اللوينو الله سماي لاينو أوقاته اللمبوت على يميل تقيت على يميلون النال. عن عبد الله بن نافع عن الإمام مالك أنه قال كعبد الله بن نافع كإمام مالك إمام مالك منالو الله في السماء وعلمه في كل مكان. الله سماي لاينو أوقاته اللمبوتانا بلوال. يهنن آثر يا إمام مالك آثر ضعيف أرقال له بلو يمي مكراكال تعصب ياللبتنا ويلالو ودتكلن يوم السنمتا. وخلاصة الجواب أن هذا الآثر صحيح الإسناد سند تككلن ياي هنا عن الإمام مالك. وإلى هذا ذهاب أئمة العلم يوقت بالبيتوش بزلا هدوال. ومن حاول يمكر سولك فرقة الأحباش تضعيفه يهنن ضاعف لمادرك. يا إمام مالك عثر ضعيف دكاما لمادرك يمكر أكال فظاهر تصرفه أنه مدفوع بتعصبه لمذهبه المخالف لعقيدة السلف الصالح في علو الله تعالى على خلقه. يهم متعصب وقنتنينتنو لراسو مذهب يسلفوچن عقيدة የሚቃረን የሆነውን አቂዳ ያንን ለማጎልበት ተዓሱብ ያዘው የአቂዳ ዘረኝነት ማለት ነው ወገንተኝነት ያለበት ነው። የሰለፎችን አቂዳ አልቀበልም ያለ ሰው ይሄንን ضعيف ለማድረግ ይሞክራል። እነሱ አላህ ከዓርሽ በላይ መሆኑን ስለሚያጸድቁ ማለት ነው። روى عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل የኢማሙ አህመድ ኢብኑ ሐንበል ይዘግባል في كتابه السنة من الكتاب ላይ قال حدثني أبي رحمه الله أباتي أورطني الله أباتي ملو إمام أحمد النو قال حدثنا شريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس نبر يقول يلنبر بلو إمام أحمد هنزكبوا من يلنبر الإيمان قول وعمل إيمان مالت قول بقالات የሚገለጽ በተግባር የሚገለጽ ነው። ويقول كلم الله موسى الله موسى አናገረው الله እንደሚናገር ያጸድቃሉ እንደ ሐባሾችም አልነበሩ። وقال مالك إمام مالك من قالوا الله في السماء الله سماي ላይ ነው وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء የአላህ ዕውቀት ሁሉም ቦታ አለ አላህ ግን ሰማይ ላይ ነው የአላህ ዕውቀት ሁሉም ቦታ ላይ ይሉ ነበር። ኢማሙ ማሊክ እናንተ ጋር ወሃቢያ ነበሩ እንዴ? እንግዲህ ኢማሙ ማሊክ ከአራቱ መዝሃቦች አንዱ የነበሩት ታላቁ ዓሊም ናቸው። وهذا الاثر صحح اسناده جمع من اهل العلم ከውቀት ባለቤቶች ብዙዎቹ ይሄንን ተክለኛ ነው ብለዋል። እነሱ ተስኒፋታቸው ኪታቦቻቸው ላይ በተቀበለውታል ይሄንን ከነሱ ኢንካር ያደረገው የለም። ከነዛ መካከል ومن هؤلاء الامام احمد فقد رواه مثبتا له ይሄንን አጽድቀው ኢማሙ አህመድ رحمه الله እሳቸውም አስቀምጠውታል። وكذلك كما روى ذلك الاجري في كتابه الشريعه شريعه የሚባለው كتاب ላይ ኢማሙ አጅሪ ማስቀምጠውታል። ሌላ በዚህ ላይ በጣም በርካታ የሆኑ አሉ። ثم قال في هذا الكتاب واجمع المسلمون من اهل السنه اهل البدع سكروا يبدع سوچ የሽርክ ሰዎች الجهميه والمعتزله والاشعريه ماتريديه حباشيه ምናምን የሚባሉት እነዚህ የጥመት ፍርቃዎች አንጃዎች እነሱ ሲቀሩ እነዚህ ግን ሙስሊሞች ተከለኛ ሙስሊሞች አለ ሱናዎች ان معنى قوله تعالى ይላሉ وهو معكم اينما كنتم الله كان انت قالوا يتم سفرا بتونو يميلون ونهو ذلك من القران بان ذلك علمه ሁሉም ቦታ ከናንተ ጋር ነው ማለት ያ አላህ ዕውቀቱ ሁሉም ቦታ አለ ማለት ነው። وأن الله فوق السماوات بذاته مستوٍ على عرشه كما كيف شاء
አላህ እንደፈለገው ከዓርሹ በላይ የተስተካከለ ከፍ ያለ የሆነ ጌታ ነው። ኢብኑ ቀይም ረሂመሁላህ ኢጅቲማዕ አልጁዩሽ አልኢስላሚያ የሚባለው ኪታባቸው ላይ ይህን አስቀምጠውታል። ሌሎችም የዚህ ተመሳሳዮች በርካታ የሆኑ አተሮች አሉ። አንዳንድ አሁን በጊዜያችን ያሉ ወይም በዘመናችን ያሉ ሰዎች አቂዳቸው ጋር ይሄ ኢማሙ ማሊክ አባባል አልሄድላቸው ሲል ضعيف ለማድረግ የሞከሩ የጥመት አንጃዎች እንዳሉ ይታወቃል ማለት ነው። ግን ኢማሙ ማሊክ አላሁ ፊ السماء وعلمه في كل مكان ብለዋል። ኢማሙ الذهبيም ولهذا أشار الذهبي في تقويته لهذا الأثر فقال رحمه الله إمام الذهبيم يهن آثر كإمام مالك أتنكروا. وروى عبد الله بن نافع قال مالك بن أنس الله في السماء وعلمه في كل مكان. إمام أحمد جهمية وشلي ملس السطو جهمية مالب إمام أحمد زمن زن أهم بجزياتنا يالله حباشوش مالتنا ساتشوم يهنن أسكم مطوال مالتنا. باتقال الله تعالى عز وجل في السماء على العرش من فوق سماواته كسبات السماء بلاينه وعلمه في كل مكان كما قالت الجماعة أهل السنة أهل الفقه والأثر يفقه سوج يعثر سوج يسنة سوج يحق سوج اندالت الله جل وعلا كعرش بلاينه. وأجمعوا قال وقال ابن القطان المالكي رحمه الله ابن القطان منالو مالكي ناتشو مذهباتشو وأجمعوا كلهم إجمع هنا على أنه تعالى فوق سماواته الله كسبات سماي مهو بلاي مهون ሁላቸውም ኢጅማዕ ሆነዋል። ይሄ ኢጅማዕ ነው። ዛሬ ይሄንን የሙስሊሞችን በአላህ ከአርሽ በላይ መሆኑን የተስማሙበትን አቂዳ ለመሸርሸርና ሰውን ለማክፈር ወደ ኩፍር ለመመለስ የሚተጉ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህም በጊዜያችን ቀደም ሲል ጀህሚያ፣ አሽዓሪያ፣ ማቱሪዲያ የሚባሉ አሁንም ደግሞ ከአይሁድ ቅጥረኞች የሆኑት أحباش ميبالوت يا عبد الله الحارري عبد الله وليس عبد الله كأيهود كالنسو تحريف أيهودوش الله سبحانه وتعالى كتاب توراة يحرفون الكلمة مواضعه إن دل برزوتال كيروتال دلزوتال عبد الله الحارري من دزهو يحباشوچ መሪ ማለት ነው። የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ሲፈት በሙሉ አልቀበልም ብሎ ዛሬ የፈለፈላቸው ጫጭቶች አሁን እንደምታዩአቸው የአላህን ባህሪ ቁርአን አንቀበልም ሐዲስ አንቀበልም ብለው የካዱበት ትልቁ ሚስጥር ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተሻለኛ እናውቃለን፣ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሻለኛ እናውቃለን፣ ከሷሃቦች የተሻለኛ እናውቃለን፣ ከሰለፎች የተሻለኛ እናውቃለን ብለው ዛሬ ሐባሾች እጅግ በርካታ ህዝብ ያጥመውና ያሳሳቱ ይገኛሉ ማለት ነው። ከነዚህ ሰዎች አቂዳ መጠንቀቅ ይኖርብናል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።